السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده مش بصور ده الترايبود او السيت اب يعني اللي انا بعمله كل مره. مع ان أنا الفيديو اصلا بيتكلم عن المثاليه، يمكن دي اصلا الفكره اللي مبني عليها القناه كلها اصلا. لما جيت اعملها اجيب اضاءات واجيب ستاند واجيب مايك احترافي، عايز اجيب حاجات كتير جدا على فكره. وكان جه في دماغي اصلا اعمل اشتراك بريمير برو. اللي حصل لما انا لو فضلت مستني ان انا اوصل للوقت المناسب او اجيب العده المناسبه حاجه زي كده، انا هفضل في مكاني. بصيت في الفيديوهات القديمه خالص بتاعه احمد ابو زيد، لقيت ان هو حتى بامكانيات الوقت اللي هو كان طلع فيه تمام كان يقدر يجيب امكانيات، وكان يقدر مثلا يصور بمايك احسن او ايا كان. تمام، هو حتى كان اتكلم اصلا في فيديو طلع وقال ان هو انا كنت مبسوط بنفسي وقتها وميدان ان كل حاجه تبقى بيرفكت وكنت ببدا وخلاص. وكذلك الامر برضو انا عمال ان هو ما استنيتش اجيب مايك وما استنيتش اجيب اضاءات وبصور بكاميرا التليفون عادي، مش عشان مثلا ان هو لا الحاجات مثلا صعبة او كده. لا، هي فكرة ان هو انا مش عايز استنى ان كل حاجة تبقى كويسة عشان ابدأ. يعني مثلا الاضاءة بستنى مثلا نور الشمس بيبقى في مواجه للشباك. مثلا هصور في حاجة بالليل مثلا بحاول ان انا اخلي الاضاءة مواجهة لوشي. بالنسبة للصوت، الصوت طبعا انتم مش متخيلين الصوت اصلا بيبقى عامل ازاي بالمرفع الفيديو، يعني بيبقى حرفيا ما يتسمع، بالذات لو مسجل بالايربودز بيبقى برضو لا يوصف. يعني كل اللي بعمله ان انا بروح على ادوبي بودكاست، حاجه اسمها انهانس فويس، خلاص بيطلع الصوت كانه متسجل بمايك احترافي. اي نعم بيكتم شويه، بس انا بحاول برضه اشتغل عليه بتولز كده زي دافينجي ريزولف. كذلك الامر في بريمير برو، طبعا عشان حوار الاشتراك والكراك والحرمانيه كنت بحاول ان انا الاقي بديل، فقلت واي نوت دافينجي ريزولف النسخه المجانيه. ده الكونسبت اللي كنت ماشي بيه في كل حاجه ايه بعمل، واديني بتعلم في السكه. لان انا برضه احد الاسباب اللي كنت عايز اعمل بيها الحوار ده ان انا اتعلم حاجات جديده بقى في السكه. يعني انا اصلا دافينجي ريزولف ما كنتش اشتغلت عليه قبل كده، قلت انا هجرب في الفيديوهات دي. الحاجات دي كلها برضه انا كنت عايز اتعلمها، بس عارف انت زي اللي كنت مكسل عندي الشغف او كده. لا، انا ورطت نفسي في حاجه خلاص اتعلم بيها من خلالها بقى، وان هي الحاجه اللي بتحركني في الاساس اصلا. فمره لقيت نفسي بتحسن في كذا حاجات، واديني اهو لسه يعني مرحله التحسين لسه شغاله، يعني لسه مخلصتش، والله اعلم هتخلص امتى اصلا. بالنسبه لي كونسبت نفسه ابعد عن المثاليه خالص، بس تمام مش هستنى كل حاجه تبقى كويسه عشان اتحرك. حاجه برضو زي الفيديو ده، انا ما كانش معايا الترايبود ومفيش زاويه مناسبه للتصوير، رحت نزلت اهو عادي بصور عادي يعني. احنا ما نتبعش المثاليه، ده المفروض يتطبق بقى ايه في كل حاجه. اتذكر يعني انه ايام ثانويه عامه، تمام، اخر ثانويه عامه دي حصلت فيها كل المواقف اللي ممكن تحصل. كنت دايما عايز اقفل بالشوامل، فطبعا لو ما قفلتش انا بتضايق جدا وجيب بص. انا كنت بستنى اصلا كل حاجه تبقى مثاليه عشان اجيب الدرجه او كده. كون انا طالما سعيت في اتجاه معين لازم اخد التوب اتشيفمنت، يعني صبر حاجه متناقضه اصلا. ان مش شرط طالما انت عملت كل اللي في وسعك او جبت اخرك، تمام، مش شرط ان انت تاخد التوب اتشيفمنت. عادي يعني هتجزى عنه في الاخر كده كده. يعني اللي انت عملته مثلا لو عملت مجهود 100% وخدت في الاخر نتيجة 80%، فانت لا، انت هتيجي تبص في الاخر يا باشا انت واخد الجزاء 100%، 150% كمان. اصلا ربنا مش بيحاسبنا اجتهادنا، هو بيدينا اكتر من اللي احنا اجتهدنا عليه. اظن حصلت معايا في مره تقريبا ماده كنت تقريبا ليله امتحان بفتحها فلت، جايب فيها تقريبا جيد جدا او امتياز حاجه كده. انا سعيت وجبت اخري وعملت اللي عليا وبرغم تقصيري، بس في الاخر ربنا رضاني تمام واداني اكتر من اللي انا استحق. رغم على الجانب الاخر اصلا ان في ناس مثلا ممكن تكون بادئه في الماده من اخر السنه، تمام، جابت مثلا جيد، فهي توفيق من ربنا. حلو. وحتى لو انت ما لقيتش ده في الدنيا، يا اما هتلاقيه بعدين في الدنيا برضه، يعني مع كده كده هتتجازى عنه في الاخره. بعيدا عن النقطه دي عشان ما نخرجش بره موضوع الفيديو، المثاليه مش حاجه كويسه في معظم الحالات يعني. يمكن هي اصلا تبقى عائق، غير ان هي دافع. يعني انت بتتخيل ان انت لما تبقى كل حاجه مثاليه او تعملها بصوره مثاليه، تمام، انت كده بتبقى اللي مفيش منه. طب ما انت ممكن في واحد اصلا هيجي يعلي عليك في المثاليه دي وتبقى انت بالنسبه له لا، انت مش مثالي كده بالنسبه له. فالمثاليه شيء نسبي اصلا، تختلف من واحد للتاني. يعني واحد عنده مثلا بيبقى بيحب ان هو يبقى مثالي في علاقته مع الناس،
وواحد عايز يبقى مثالي مثلا في مذاكرته، مثالي في حياته. هي شيء نسبي تمام، وبيختلف من شخص لآخر. بس اوفر يقدر مع معظم الناس قسم عائق. تمام، انت ماشي اسعى ان انت تجيب اخرك. تمام، جبته تمام، ما جبتوش خلاص برضو كمل كمل بالمتاح. المبدأ بتاع قليل دائم خير من كثير متقطع. انت يا حبيبي ماشي هتعمل كل حاجة بيرفكت وكده، وهتجيب اخرك فيها حلو. بس انت اصلا اللي بيعمل بروجرس صغير في مدة منتظمة او بصورة منتظمة تمام ممكن يسبقك اصلا. عشان انت لا، انت مستني الوقت المثالي اللي تبدأ فيه عشان تجيب اخرك. لا مش شرط، هو اصلا لو بيبدأ بأقل امكانياته وبس مستمر على نفسه وبيطور من نفسه او باول باول هو ممكن يسبقك عادي. ف فهي مش خاطئ يعني، مثالية يمكن كانت مضرة اصلا. يعني يمكن اصلا من غير مثالية ما كنتش فتحت القناة دي ولا قناة تانية. الحمد لله حاليا يعني 1500 مشترك وشهادات فوق 60,000. تمام، أنا كنت برضه بصور بأقل إمكانيات، ولا جبت مايك ولا عملت أي حاجة. برضه بخش أشتغل أخلص مثلا الفيديو ولا كده، أعدل عليه بشوية مونتاج وبرفعه. ما بعملش أي تعديلات خالص. تمام، الجودة ممكن هاجي أبص بعدين. هي طبعا أنت نفسك أصلا مثاليتك بتختلف مع الوقت أو مع بمرور الوقت. يعني مثلا أنا ممكن أجي كمان 10 سنين أما القناة دي مثلا إن شاء الله تكبر يعني وتتشهر كده، ألاقيها لأ رديئة ومفيش جودة صوت. مع إن بالنسبة لي أصلا وقتها ممكن أصلا ده ما يبقاش مثالي. تمام، أو أنا برضو متبع نفس المبدأ بتاع عدم المثالية. فده الفكرة إن أنت تفكيرك بيتغير مع الوقت. تمام، بالتالي منظورك للأشياء بيتغير، بالتالي منظورتك للمثالية. لو أنت شخص مثالي أيوة بتكتب المثالية أصلا منظورك ليها هيختلف. فنقدر نقول في الآخر كده إن المثالية حلوة حلوة مفيش كلام. تمام، بس ما تخليهاش هي العائق اللي يخليك ما تتحركش لقدام. خليها ماشي دافع وان انت عايز توصل للتوب في كل حاجة وعايز تبقى بص ملك زمان. تمام، بس برضه ما تخليهاش هي اللي هتعطلك. يعني ما تستناش الوقت المثالي لانه كده كده غالبا ما تستناش الادوات المناسبة عشان تبدأ في التوقيت المناسب اللي مش هيجي اصلا، ولا الادوات هتيجي ولا اي حاجة. فاخيرا عشان نختم الفيديو، عشان نتفادى حوار المثالية ده للناس اللي عندها أزمة في المثالية زي حالاتي يعني، بس بعض المواقف يعني مش على طول الصراحة. يعني أنا بقى للمثالية في الحاجات اللي أنا شغوف بيها أو كده ننجو من الوحش اللي اسمه المثالية. لازم نحاول على قد ما نقدر المبدأ بتاع جاست ستارت، اللي هو ابدأ في الحاجة وخلاص. ابدأ وانت معاك، يعني ابدأ وانت ما عندكش شغف، ابدأ وانت ما عندكش طاقة، ابدأ. عارف انت اللي هو ادي نفسك 5 دقايق ابدأ فيهم الحاجة. تمام، وهتلاقي نفسك اصلا مع الوقت اللي هو لا بدأت ان انت تندمج خلاص. فاهم، العائق اللي كان قدامك شهر فهو جاست ستارت بس. ويعني انت لو بعد مثلا 5 دقايق يا عم ادي نفسك تلت ساعة، لو كنت بدأت حاجة ما اندمجتش فيها قوي ادي نفسك تلت ساعة كمان، تلت هتلاقي نفسك اصلا اندمجت اوريدي وخلاص. انت يعني تقريبا عرفت خلص الحاجة. انت مجرد بس تبدأ وخلاص. ده الصراحة بيفهم احيانا نفس في القناة برضه اول ده خلاص. فاهم، وادينا اهو اندمجت خلاص. يعني نازل بتاع 10 12 فيديو وهفضل برضه مكمل ان شاء الله حبة. مش انا ما كنتش متقبل الجودة في الاول خالص. تمام، ما كنتش حاببها نهائي بأي شكل من الاشكال، وشايف ان هو لا ولازم اجيب مايك. وجات عليا فتره اصلا مش عايز اكمل، وكنت مضطر يعني كنت جابر نفسي ان انا اجيب لازم مايك لازم شغال خلاص. واديني شغال بالامكانيات اللي معايا. تمام، ولو قدرت مثلا هكمل بعدين، عايز اطور. انا هنا بدات، بس ما بداتش عشان التوقيت بقى مثالي. بدات والتوقيت مش مثالي، وهسعى ان انا اخلي كل حاجه مثاليه بعدين. اصل المثاليه هدف مش دافع ومش حاجه اساسيه في الطريق. يعني انا هو بدأت تمام عايز، كنت لو كنت خليت المثالية هي الدافع كنتش هبدأ اصلا. بس المثالية بالنسبة لي دلوقتي بقت هدف، ان انا عايز اسعى بكل اللي معايا او بسعى بكل طاقتي ان انا اخلي كل حاجة مثالية بمنظوري انا حاليا. لان طبعا مع الوقت منظوري يختلف، وبتلاقي نفسك لا انت في عايز بتعلي على نفسك مثلا في حاجة وعايز لا ليفل اعلى وكده. بقى ده بالنسبة لك الطبيعي. يعني انت مثلا كنت في ليفل 1 تمام، عليت شوية بقيت ليفل 2، بقى بالنسبة لك انت المثالية بالنسبة لك ليفل 3 خلاص انت بتعلى مع الوقت. بس ده الفيديو على النهارده اهو. الحمد لله كويس ان السيل صوره الفيو مفيش اروع من كده. فالمهم يعني
وبرضه عشان في ترايبود المرة دي فبصور بيه، أنا واقف أهو أصور عادي. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. نتقابل إن شاء الله الأسبوع اللي جاي.